فيلمنا بيبدأ بمعمل سري في القطب الشمالي، وبنشوف 2 من العمال وهم بيلعبوا مع بعض، وفجأة بتطير العملات المعدنية للسماء، فبشوفوا مغناطيس بيلم كل المعادن اللي في المكان، والمغناطيس بيكون قوي جدا لدرجة انه بيسحب المعمل وبيمشي. بعد كده بنروح لوكالة مكافحة الأشرار، وبنشوف رئيس الوكالة وهو بيقول ان بعد مرور 3 أسابيع من البحث ما قدروش يوصلوا لمكان المعمل، وبيطلب من العميلة لوسي انها تجيب له شخص معين. اما عند جروب بنشوفه وهو متنكر في زي أميرة في عيد ميلاد أجنس علشان يفرحها، وبتروح له جارته جولي علشان تعرفها على صديقتها لكنه بيرفض. وبعد ما بتنتهي الحفلة بنشوف العميلة لوسي وهي رايحة لجروب بتطلب منه يروح معاها الوكالة، لكنه بيرفض وبيطلع المسدس بتاعه علشان يجمدها، بس بتهاجمه وبتحطه في شنطة العربية بتاعها وبتمشي. وبيشوف 2 من المينيونز كل اللي حصل، فبيجروا ورا العربية وبتشوفهم لوسي فبتاخدهم معاها بعد ما بتكهربهم، وبعدها بتكمل طريقها لحد منظمة مكافحة الأشرار، واللي بيكون عبارة عن غواصة ضخمة جدا. فبتخرج لوسي جروب من العربية وبتعرفه على رئيس منظمة مكافحة الأشرار اللي بيعرفه على نفسه، وبيقولوا ان هم منظمة مكافحة الجرائم الخطيرة جدا زي سرقة الهرم والقمر، وبيقولوا انه جابوه هنا علشان يساعدهم في ايجاد المجرم اللي خد المعمل من القطب الشمالي. وبتقول له لوسي ان العلماء في المعمل ده كانوا شغالين على تجربة بتحول اي كائن لكائن شرير وعدواني. وبيقول رئيس المنظمة ان بسبب الاشعاع اللي خارج من المصل قدروا يحددوا مكانه، واللي بيكون في مول تجاري، وكمان هم شاكين ان المصل ده مع واحد من اصحاب المحلات. وبيطلب من جرو يروح المول وهو متخفي، وبسبب خبرته السابقة في الشر هيعرف مين المجرم، لكن جرو بيرفض وبيقول له انه قبل 3 بنات ايتام وكمان رجل اعمال شريف وعنده مصنع لصنع المربى، وبياخد المينيونز وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح جرو للمصنع بتاعه اللي بيشتغل فيه المينيونز في صناعة المربى، وبيقابل صديقه دكتور نيفاري اللي بيكون مسؤول عن نكهة المربى، لكن لما بيدوقها جرو والمينيونز ما بتعجبهمش، وده بيخلي الدكتور نيفاري يقول لجرو ان هو عايز يرجع للاجرام تاني، لان كان حلمه يكون اخطر عالم شرير، وعلشان كده قرر ان هو يسيب المكان وبيمشي ولقى شغل في مكان تاني، وهناك هيقدر يحقق هدفه. فبيحزن جرو لكنه بيعمل احتفال علشان يودع الدكتور نيفاري. وبعدها بيروح جرو للبنات وبيقول لهم ان هو انضم لوكالة مكافحة الاشرار، وبيروح جرو هو والمينيونز للمول التجاري علشان يشوفوا المجرم اللي سرق المصل. وهناك بيقابل جرو العميلة لوسي اللي بتقول له ان المنظمة عينتها علشان تكون المساعدة بتاعته، وبيرفض جرو في البداية لكن لوسي بتقدر تقنعه. وبعدها بيراقبوا كل اصحاب المحلات، وفجأة بيجي لهم واحد اسمه ادواردو بيقول لهم ان هو صاحب مطعم الصلصة والاكل المكسيكي، وبيقول لهم يجهزوا له 200 قطعة جاتوه لانه عنده حفلة بعد اسبوع، وبيعزمهم على الحفلة بما ان بقى عندهم محل في المول. وبيلاحظ جرو وقتها انه شبه مجرم اسمه الماتشو، وبيقول للوسي ان من 20 سنة كان في مجرم اسمه الماتشو بيقدر يسرق اي حاجة من غير اي اسلحة، لكنه في مرة من المرات نط بسمكة قرش عليها ديناميت في بركان انفجر بيه بالكامل. فبتسأله لوسي عن جثته، فبيقول لها جرو انها اختفت ومحدش قدر يوصل لها، لكنه واثق ان ادواردو هو نفسه الماتشو. وبيطلب من لوسي ان هم يقتحموا المطعم بتاعه. وبالليل بيروح جرو ولوسي المطعم ادواردو، وبيكون معاهم 2 من المينيونز، واول ما بيدخلوا بتيجي فرخة تهاجم جرو، لكن لوسي بتجمدها بجهاز معاها، وبتدي لجرو نضاره بشوف بيها المصل اللي بيكون موجود في خزنة سرية، لكن لما بيفتح جرو الخزنة بيتفاجئ بانها الوصفة السرية بتاعة الصلصة. وفي الوقت ده بيوصل ادواردو للمطعم، ولما بيشوف الفرخة بتاعته متجمدة بيعرف ان في حد في المكان. ولما بيدخل المطبخ بيكون جرو ولوسي هربوا من فتحة في السقف، وبيتصل جرو بالمينيونز علشان يجوا ينقذوهم في الوقت اللي بيكون ادواردو قرب يوصل لهم، لكن المينيونز بيوصلوا في اخر لحظة وبيخبطوه بالعربية وبياخدوا لوسي وجرو وبيهربوا. والصبح بنشوف عربية ايس كريم واقفة عند بيت جرو، وبيروح كل المينيونز علشان يشتروا منها، لكن بيطلع فخ والعربية بتاخد كل المينيونز وبتهرب. وبيروح جرو ولوسي علشان يراقبوا حد تاني من اصحاب المحلات بعد ما لقوا ادواردو مش معاه المصل، وبيتفاجئ جروب البنات اللي رايحين يشوفوه وهو بينقذ العالم، فبيعرفهم على لوسي وبيدوهم فلوس وبيطلب منهم يستكشفوا المول. وبعدها بيروح يكمل مراقبة، وبيكون لابس حزام بيكشف الاشعاع اللي بيخرج من المصل، وبيدخل محل الشعر المستعار وبيدور على المصل، وبيتواصل مع لوسي من خلال سماعة صغيرة، وبتقول له لوسي ان الاشعاع الخارج من المصل موجود في المحل ده. لكن قبل ما بيوصل له بتيجي اجنس وإيديس وبيقولوا له انه مارجو سابتهم وراحت مطعم مع ولد، فبيتضايق جدا وبيروح لها بسرعة وبيلاقيها قاعدة مع ولد، وبيعرف ان الولد ده ابن ادواردو اللي بيرحب بيه جدا، وبيعزمه على الحفلة بتاعته هو والبنات. بعد كده بيروح جرو ولوسي لمدير المنظمة اللي بيلومهم لانهم ما قدروش يوصلوا للمجرم، وكمان شكوا في شخص غلط، لكن جرو بيأكد له ان ادواردو هو نفسه الماتشو اللي مات من 20 سنة، لكن مدير المنظمة ما بيصدقهوش لان ما فيش اي حاجة تثبت كلامه. وفي الوقت ده بتقول لوسي ان هم قدروا يكتشفوا اثر المصل في محل الشعر المستعار، لكن جرو بيقول لهم انه واثق ان ادواردو هو اللي سرق المصل وبيسيبهم
وبيمشي. وتاني يوم بيروح جرو المول علشان يشوف ادواردو، لكنه بيتفاجئ بمدير المنظمه اللي قبض على صاحب محل الشعر المستعار، وده بعد ما لقوا عنده المصل اللي كانوا بيدوروا عليه. وبيقول مدير المنظمه لجرو انه ما عادوش محتاجينه بعد ما فشل في اول مهمه، وبيقول له ان لوسي هتتنقل لفرع المنظمه اللي في استراليا. فبيتضايق جرو جدا لانه كان بدأ يعجب بيها. وبيروح جرو علشان يودع لوسي اللي بتديله احمر الشفايف الصاعق بتاعها علشان يفضل فاكرها، وبتسيبه وبتمشي. وبنروح للمينيونز اللي اتخطفوا وبنشوف واحد بيحقنهم بمصل بيحولهم لكائنات خطيره جدا. وبنرجع لجرو اللي بيكون واخد البنات ورايح للحفله اللي ادواردو عزموا عليها. وبعد ما بيوصلوا بيروح جرو يقعد في مكان لوحده وهو حزين وبيفتكر لوسي. وبيروح ادواردو علشان يواسيه، لكن جرو بيكون لسه شاكك فيه. ولما بيمشي وراه بيلاقيه دخل مكان سري بينزل بيه تحت الارض. وبيبدا جرو يعدي من الافخاخ علشان يوصل له. وبنروح للوسي اللي بتكون على الطياره اللي رايحه استراليا، لكنها بتكون حزينه جدا ومفتقده جرو لدرجه ان هي بتشوف كل ركاب جرو، فبتقرر انها ترجع له تاني. اما جرو بيكون وصل للمخبأ السري بتاع ادواردو اللي بيقابله بزي الماتشو، فبيفرح جرو جدا وبيقول له انه كان متاكد ان هو لسه عايش. وبيتفاجئ جرو لما بيعرف ان الدكتور نيفاريو هو اللي ساعد الماتشو علشان يسرق المينيونز. وبيوري الماتشو جرو واحد من المينيونز اللي بقى قوي جدا بعد ما اتحول ومفيش اي حاجه بتاثر فيه. وبيقول له انه خطف كل المينيونز وحولهم لوحوش وهيعمل منهم جيش علشان يسيطر بيهم على العالم. وبيقول له جرو انه كان معجب جدا بشغله الفتره الاخيره وخصوصا سرقته للقمر، وبيطلب منه ينضم له علشان يقدروا يسيطروا على العالم. فبيقول له جرو انه هو هيفكر في الموضوع وبيسيبه وبيروح ياخد البنات علشان يرجعوا البيت، بس بيبعت وراء الماتش واحد من المينيونز المتوحشين علشان يقتله. وفي الوقت ده بتوصل لوسي لمكان الحفله اللي كان فيها جرو، وبتقابل ادواردو اللي بيكون معاه الفرخه اللي بتعرفه انها كانت مع جرو وانها من منظمه مكافحه الاشرار. فبيخطفها وده بيخلي الدكتور نيفاريو يكلم جرو علشان يحذره، وبيقول له ان الماتشو خطف لوسي. فبيتضايق جرو جدا وبياخد 2 من المينيونز علشان ينقذها. وتاني يوم الصبح بيوصل المينيونز المتوحش لبيت جرو وبيبدا يهاجم البنات، لكنهم بيقدروا يوصلوا للمخبأ السري بتاع جرو. بس المينيون بيكون قوي جدا وبيقدر يدمر السقف، وقبل ما يهاجمهم بيجي الدكتور نيفاريو اللي بيحقنه فبيرجع لاصله تاني. وبياخد الدكتور نيفاريو الترياق وبيخلطهم بكل المربى اللي عندهم علشان يرجع المينيونز لاصلهم تاني. اما جرو فبيغير لون المينيونز اللي معاه وبيمثل ان هم مسكوه علشان يقدر يدخل مقر الماتشو، وفعلا بينجح ان هم يدخلوا المقر، لكن للاسف بينكشفوا. فبيطردهم المينيونز المتحولين في كل مكان، ولان عددهم كبير جدا بيقدروا يحاصروهم، لكن قبل ما بيقتلوهم بيجي الدكتور نيفاريو والبنات والمينيونز وبينقذوهم، وبيكون معاهم رشاشات فيها الترياق وبيرجعوا كل المينيونز لطبيعتهم تاني. وبيروح جرو الماتشو وبيهددوا بالقتل لو ما قالوش على مكان لوسي. فبيوري له لوسي اللي مربوطه في سمكه قرش ومربوطين في صاروخ اللي رايح على نفس البركان اللي زور فيه وفاته قبل كده. وقبل ما بيدوس على الزرار اللي بيشغل الصاروخ بيجي واحد من المينيونز وبياخده منه، لكنه بيقع على الارض. ولما بيروح جرو علشان ينقذ لوسي بيستخدم الماتشو المصل وبياخده وبيتحول لوحش عملاق جدا علشان يمنع جرو. فبيحاول جرو يحقنه بالترياق لكنه بيكون خلص. فبيستخدم جرو مسدس التجميد بتاعه وبيجمد ايد الماتشو، لكنه بيقدر يكسر الجليد. وبيبدأ يهاجم جرو اللي بيطلع احمر الشفايف بتاع لوسي وبيكهربه. وبيروح جرو بسرعه علشان ينقذ لوسي، لكن قبل ما بيفكها بتيجي الفرخه اللي بتدوس على الزرار وبيطير الصاروخ. لكن قبل ما بيوصل الصاروخ للبركان بيقدر جرو انه يفك الحبال وبينط هو ولوسي في الميه، وبيقع الصاروخ في البركان وده بيسبب انفجار كبير جدا. واخيرا بيتجوز جرو لوسي، والبنات بيفرحوا جدا لان هيكون عندهم وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات. سلام.